قبل ما ندخلوا في الموضوع مباشرة، عندي واحد الرسالة حبيت نمررها للإخوان والأخوات المغاربة داخل المغرب. الحمد لله انتهى هذا الحدث الرياضي العالمي بخير وبسلام، وكل شيء عبر في حالة غضب. لكن واحد الطلب بسيط: تعاملوا مع الأفارقة بالمغرب وتعاملوا مع الجميع مزيان. شوفوا، راه كيما كديروا لهم شي حاجة خايبة هنا في بلادنا، راه ديروا في بالكم، راه عندنا حتى حنا عندنا خوتنا خارج المغرب، راه كيما كتعاملوا مع خوتهم راه غيتعاملوا مع خوتكم بنفس المعاملة. دونك الخوت الله يجازيكم بخير، نكالميو شي شويه صافي، رجوع له. راه حدث رياضي، راه الاحداث الرياضيه عندنا تبارك الله راه كلها انتصارات، راه ما عندناش فوز واحد، راه عندنا فوق 17 انتصار، وعندنا كاس العرب، وعندنا كاس العالم ديال الشبان. راه الحمد لله، بارك الخوت. شوفوا، راه كيما عندهم خوتهم هنا، حتى حنا راه عندنا خوتنا خارجين. دونك راه كيما تعاملهم غادي يعاملوا خوتك. دونك الله يجازيكم بخير. راه حنا المغاربه الحمد لله الناس ديال الخير وديال الكرم، وراه كنحشموا وكنستحياو، والحمد لله هاد الصفات اللي فينا بارك علينا. إخواني أخواتي، حياكم الله أينما كنتم، مرحبا بكم من جديد مع الإعلامي والحقوقي أحمد قرماط بمرصد أبناء الشعب. إخواني أخواتي المغاربة، انتهى هذا الحدث الرياضي العالمي بالمغرب، تنظيم كأس الأمم الإفريقية لسنة 2025، وبالنسبة لي فزنا بكل شيء، هنيئا لنا، فزنا بأحسن وأجمل وأروع تنظيم كأس الأمم الإفريقية بالمغرب، وفزنا بقلوب واحترام الجميع، تقاسمنا هذه الفرحة مع الجميع، مع من يحبنا ومع من يكرهنا. هنيئا لنا بهذا الفوز، وهنيئا لمسؤولينا بإنجاح هذه التظاهرة الرياضية العالمية، وتعود الحياة إلى حالتها الطبيعية. إخواني أخوتي المغاربة، وخاصة ونحن مقبلين على الاستحقاقات الانتخابية، ولم يتبقى إلا أيام معدودة، لن أقول شهور بل أيام معدودة عند بعض رجال السياسة، لأنه لم يتبقى الكثير من الوقت. والسؤال المطروح لحكومة سيد عزيز أخنوش قبل مغادرتهم الحكومة: اعطيونا حاصلة ديال الحكومة، حاصلة الإنجازات، أما الإخفاقات فهي عندنا وعند الشعب المغربي كامل. إخواني أخوتي المغاربة، ربما نجحنا في الرياضة وعندنا انتكاسة في عدة مجالات. الرياضة لها دور أساسي في الحياة، وعندها كذلك حتى هي واحد المنفعة، ولكن لا نتكل على الرياضة أو نستعملها كرافعة للتنمية. الدولة القوية قوية بمؤسساتها، قوية بمسؤوليها وبمفكريها وبمهندسيها وأطبائها، قوية بالصناعة ديالها، وقوية بالإنتاج ديالها والابتكار. هذه هي الدولة القوية، وكنتمنى من جميع المسؤولين المغاربة كما خدموا مسؤولينا على الرياضة ونجحوا في هذه التظاهرة الرياضية، يخدموا في المجالات الأخرى. إخواني أخواتي المغاربة، اليوم غنشوفوا فين وصلت الحياة في المغرب، واش تململات شوية ولا مازال كما هي؟ مازال القدرة الشرائية ديال المغرب ماشي ديال الشعب المغربي ماشي في المستطاع، ولا تحسنات شوية؟ ونذكروا الأنفس ديالنا ونذكر كذلك مسؤولينا. إذا نجحنا في هذه التظاهرة الرياضية، اعطيونا بشارة ديال الحياة وقولوا لنا راه نجحنا حتى في المجالات الأخرى. نتكلموا مثلا فيما يتعلق الرعاية الصحية. أين وصلت الرعاية الصحية بالمغرب؟ الرعاية الصحية المغرب اللي هي من أساسيات الحياة ومن أبسط حقوق الإنسان، ما زالت في الرتبة 91 من أصل 94 دولة. نتكلموا مثلا على البحث العلمي والتعليم العالي. أين وصل البحث العلمي والتعليم العالي بالمغرب؟
لازلنا ما بين 114 و 124. تكلموا لي مثلا على التعليم، أين وصل التعليم بالمغرب؟ لازلنا في المرتبة 154 عالميا. إذا تكلمنا مثلا كذلك على مؤشر التنمية البشرية، فين وصل مؤشر التنمية البشرية؟ لازلنا في الرتبة 120. ونتكلموا كذلك على محاربة الفساد، أين وصل مؤشر ديال محاربة الفساد؟ لازلنا ما بين 99 و 92. هذا يعني لا زالت هنالك المحسوبية ومديونية. بواك صاحبي، دونك نتكلموا مثلا على مؤشر المعرفة. المعرفة عند الإنسان، عند الطلبة، عند التلاميذ، ملي كيدخل القسم كيحطوا له في الورقة ديال الامتحان اختبار على المعرفة. كنشوفوا الطلبة والتلاميذ كيشوفوا في الورقة ديال الامتحان، تيبقى يشوف فيها تيخرج في حالاتو كيخليها خاوية. ما عندوش، عنده مقررات دراسية ديال الحفاظة، كيحفظ، ما عندوش شي معرفة، شي ثقافة واسعة. نتكلموا مثلا على العيش الكريم، فين وصلنا؟ الرتبة، الجيب، القدرة الشرائية، ما زلنا في المرحلة 115. نتكلموا مثلا على مؤشر السعادة، واش المغربي ناشط، ضاحك في جميع المجالات، بخير عليه، ما خاصه حتى شي حاجة. لازلنا في الرتبة 112. نتكلموا مثلا على جودة الحياة، القدرة الشرائية، جودة الحياة، فين وصلنا؟ الرتبة 79 من أصل 89. اليوم خصنا نوضعوا عدة أسئلة اللي مازال ما عندهمش الأجوبة. ربما الأجوبة ديالهم غادي يكونوا عند مسؤولين، عند وزير الصحة، وعند وزير الشغل، وعند وزير التعليم، وعند وزير البطالة، وزير القهرة. ربما الأسئلة كلها عندهم. نعم، نجحنا في هذه التظاهرة الرياضية، ولكن هذه التظاهرة الرياضية لن نتكل عليها أو نستعملها كرافعة للتنمية ونشعروا براسنا أقوياء. باش نكونوا أقوياء راه ماشي بالرياضة، راه باش نكونوا أقوياء، دولة قوية. شنو كتعني دولة قوية؟ راه